هنا لا صوت يعلو فوق صوت تلاوة القرآن على هدي النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ففي أجواء أقل ما يقال عليها روحانية بذكر الله وتدبر آياته، تتواصل عملية استقبال التلاميذ بمسجد البشير الإبراهيمي بتجنانت بعد افتتاح الموسم الصيفي القرآني. وها هو الآن العدد بها يقارب 400 طالب وطالبة من مختلف الأصناف والأعمار. يسعى في هذا الصيف إن شاء الله إلى خدمة كتاب الله تعالى تحفيظا وتلاوة مع تلاميذ جميع الأطوار من التحضيري إلى المستوى الجامعي. المسجد يستقبل يوميا مسجلين جدد على جميع المستويات، يتم تفويجهم كما تشاهدون في هذا البورتري، يتم تفويجهم أفواج على مستويات مختلفة، يعني باحتساب مستويات الدراسية. أهداف القائمين على مسجد البشير الإبراهيمي تتطلع لمستوى الاسم الديني الذي يحمله هذا المسجد، فخدمة الإسلام شرف تعتز به كل نفس مؤمنة، أمر جعل طموح الوصول لبناء برج القرآن بساحة هذا الصرح الديني وارد وفي أقرب الآجال إذا تكاتفت الجهود، وبوادره جلية بمواصلة استقبال التسجيلات القرآنية إلى أواخر شهر أوت. التسجيلات بالمدرسة القرآنية متواصلة لن تتوقف حتى أواخر شهر أوت، يعني نستقبل إن شاء الله يوميا المسجلين الجدد برحابة صدر إن شاء الله، لأنه هذا هدفنا. نطمح لأن تكون ثورة قرآنية هنا بمسجد الشيخ البشير الإبراهيمي، كما أيضا نأمل ونطمح إلى بناء برج قرآني هنا بالمسجد داخل ساحة المسجد خدمة لكتاب الله تعالى، وهذا يزيدنا تطلعا لذلك لما نراه من توافد المسجلين في المدرسة القرآنية الخاصة بالمسجد التي الآن تقارب 400 مسجل بين الإناث والذكور، بين الكبار والصغار. روح وريحان وجنة نعيم، اللهم اجمعنا في زمرتهم واجعلنا في طريق المهتدين.